واش عرفتوا شحال الساعة دابا؟ هادي 8 ديال الصباح، الوقت اللي خاص التلميذ يكون فيه مركز مع السبورة والتمارين. ولكن ملي كتمشي حدا أبواب الثانويات اليوم كتحس براسك بحال إلا غلط العنوان. واش هادي مؤسسة تعليمية ولا منصة ديال مهرجان موازين؟ مؤخرا ولات واحد الظاهرة اللي خلات بزاف ديال الناس يطرحوا علامات استفهام. بنات في مقتبل العمر باقيين في الثانوي ولا حتى الإعدادي، غاديين للمدرسة بتبرج مبالغ فيه، واللباس اللي بعيد كل البعد على شي حاجة سميتها احترام حرمات المدرسة. هنا ما كنهضروش على الأناقة، حيت الأناقة حق مشروع لكل واحد. هنا كنهضروا على المبالغة اللي كتخلينا نتسائلوا، واش هاد البنت فاقت مع 6 ديال الصباح باش تحفظ وتراجع، ولا فاقت باش تقابلوك وتصور ستوريات في الحصص؟ بزاف كيبداو يلوموا في البنت، ولكن واش هي بوحدها اللي مسؤولة؟ فينا هو الدور ديال الآباء. كيفاش بنت خارجة قدام باها ولا امها بهاديك الحالة وما كاينش اللي يواجهها؟ المدرسة كانت زمان عندها هيبة، واليوم ولات عند البعض مجرد فضاء اجتماعي لاستعراض الماركات والجمال. وحتى الإدارة والأساتذة واش باغيين كيقدروا يفرضوا النظام الداخلي، ولا كاين خوف من ردة الفعل ديال الحرية الشخصية اللي ولينا كنسمعوها بزاف في هاد الوقت؟ المشكل اللي خاصنا نفهموه هو أن هاد التنافس في التبرج كيدير ضغط نفسي على البنات الآخرين. البنت اللي على قد الحال ولا اللي مركزة غير في دراستها كتولي تحس بالنقص، كيولي التركيز ديال القسم ماشي هو المعادلة الرياضية، بل هو شكون اللي معكر أحسن من الأخرى. ملي كنردو المدرسة للصالون ديال الحلاقة كنقتلو في هذاك الجو ديال المساواة اللي خصو يكون بين كاع التلاميذ، وكنعززو قيم سطحية اللي ما غتفيد البنت والو في المستقبل ديالها الدراسي. الخلاصة يا إخوان، حنا ما ضد حد، وحنا مع الجمال ومع البنت تهلا في راسها، ولكن لكل مقام مقال. المدرسة بلاصة ديال العلم وديال الوقار وديال بناء الشخصية. ملي كنتعداو هاد الحدود كنضيعو معها جيل كامل. نتمنى الميساج يكون وصل، وهاد الهضرة طالعة من القلب، حيت بغينا لوليداتنا وبناتنا الخير. نتوما شنو كيبان ليكم؟ واش كتشوفوا هاد الشي عادي وتطور طبيعي، ولا خاصنا نرجعوا للهيبة ديال المدرسة؟